النهارده هنعمل حاجه من الحاجات السهله، هنعمل كيكه سهله جدا، جاتو شاتو هنعمله في الخلاط سهل جدا وصوص منه فيه، مفيش خطوات كتير وبيضتين بس ومش هياخد منكم اي وقت. وعاملين كمان في الجاتو شاتو ميكس بين الصوص الشوكولاته والكريمه تحفه، الميكس طالع خطير بين الصوص والكريمه، هيعجبكم. لاول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وشير ولايك للقناه. هنحط كله في الخلاط. المكونات: كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، 4 كوبايات سكر، كاكاو خام، زيت، لبن. بنضربهم في الخلاط حلو جدا كده لما يندمجوا مع بعض، وبعد كده بيكون القوام بيكون تقيل، ناخد منهم كوبايه على جنب عشان، وبعد كده بنزود بيضتين في الخليط وبيبقى بيخف معانا وبيكون حلو خالص. يبقى كوبايه من السكر، كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، نضربهم مع بعض كويس جدا دقيقه ولا دقيقتين مع بعض جدا، بيكون القوام بيكون تقيل معانا جدا. ناخد من القوام ده كوبايه، كوبايه معياريه او تبع الكوبايه اللي عندك، او 3/4 كوبايه زي ما يكون عندك، زي ما تحبي. احنا هنا خدنا بمعادل ان هو كوبايه. بعد كده بيضتين وظرف او ظرفين من الفانيليا او فانيليا سايله، وممكن تستغني عن الفانيليا كمان في الخطوه دي لان احنا حاطين كاكاو خام، وفي الوصفه دي الكاكاو الخام لما بنحطه في اي كيكه بيمنع الزفاره وبيقضي عليها كمان ومش بيدينا زفاره. الفانيليا هنا اختياريه. بعد كده بنضربهم في الخلاط وبنكون جهزنا كوبايتين من الدقيق، عملناهم نخلناهم حلو، وكيس من البيكنج باودر ورشه من الملح، وبعد كده بنحط الخليط عليهم بمضرب سلك كده ولا حاجه ولا بمنخل، وتبداي تعملي الدقيق معاكي بيرفع معاكي وبيكون الكيكه هشه وحلوه جدا. بنحط المكونات، احنا ما زودناش، احنا خدنا كوبايه من الخليط التقيل وبعد كده حطينا بيضتين، البيضتين دول بيخفوا معاكي القوام، كوبايتين من الدقيق، رشه من الملح، كيس من البيكنج باودر، وبعد كده بنضيف الخليط ونقلبهم مع بعض كويس جدا بسباتولا بقى، بمضرب يدوي، بايدك، باي حاجه، نخلطهم مع بعض في اتجاه واحد. انا هنا بشيل اللي على الجوانب وكده ويطلع معاكي القوام كده. وبعد كده نجيب صينيه مستطيله وندهنها سمنه، وبعد كده برشها برشه دقيق عشان خاطر الكيكه ما تلزقش معاكي، وبعد كده بنكون احنا مجهزين الفرن على درجه حراره 180 وبتشغلي من فوق ومن تحت لمده، بصي هو بياخد من 15 ل 20 دقيقه. الكيكه دي بالذات بتبقى سمكها مش عالي قوي زي الكيكات التانية وما بتاخدش وقت خالص. يعني هنا بنبدر الصينيه بالدقيق وبيطلع معاكي تحفه جدا عشان ما تلزقش معاكي الكيكه وتطلع معاكي بكل سهوله. حاطين هنا القوام، في الوقت ده بنكون مشغلين ومسخنين الفرن قبلها ب 10 دقايق ولا حاجه، بتدخلها لمده من 15 ل 20 دقيقه على درجه حراره 180، بتطلع معاكي تحفه. في الحاله دي بقى بنعمل الكريمه بقى كوبايه من الميه الساقعه، عليهم كوبايه من الكريم شانتيه. تقدري كريم شانتيه اللي هو المحلى ده، الكيس ده، وبتضيفي لها الميه الساقعه او لبن برضو اللي هو بيكون في التلاجة وكده عادي. انا هنا استخدمت ميه هنا متلجه وعليها كوبايه من الكريمه ونص او ربع كوبايه تبع من السكر الناعم البودره، وقلبتهم مع بعض. والخليط اللي انا شايلاه في كوبايه اللي هو التقيل ده، تاخدي منه معلقه او معلقتين تبع راحتك، وبتبداي تدمجيهم مع الكريمه وبتطلع معاكي تقيله وتحطها في التلاجة عما الكيكه تطلع. هنا بخله او بخشبيه كده ولا حاجه بتحطيها في النص، ان طلعت معاكي حلوه تكون الكيكه خلاص بتطلع معاكي ناجحه ومش بيطلع معاها اي حاجه، دي معناها ان الكيكه ناجحه وهي حلوه وما بيطلعش معاكي اي عجين منها، دي تبقى الكيكه استوت وبقت حلوه. تبداي بقى تطلعها على صينيه كده، تطلع معاكي بكل سهوله، وبنقلبها كده على الوش التاني وبنحطها في الصينيه نرجعها تاني عشان نبدا نزينها ونشكلها، بتطلع معاكي تحفه جدا. تقدري تخرميها كده بشوكه ولا حاجه وتضيفي لها لبن كمان لو انت حباها تكون طريه جدا وهشه، او بتبقى طريه كده من جوه. شويه لبن كده ربع كوبايه ولا حاجه بترشيها عليها بتطلع معاكي طريه وجميله. تقدري تستغني عن الخطوه دي عادي. انا هنا رشيتها، بصي زي اللي بتسقيها باللبن كده. وبعد كده بتكوني انت حاطه الكريمه في التلاجة شويه وتزينيها. هنا هنفرد الكريمه جنب كوبايه ميه ولا حاجه، بتبداي تحطي فيها الاسباتيل عشان تقدري توزعي الكريمه كلها. تقدري على فكره تستخدميها ان انت ممكن تقسميها نصين مثلا وتزينها من تحت ومن فوق ومن كله، التزيين ده تبع حسب ذوقك وحسب طريقتك، بس هنا احنا حابين نعمله خفيف كده وكله يبقى في الصينيه ويكون سهل جدا وفي متناول الايد. بسباتولا بقى تقدري توزعيها، بصي كتري ومش تستخسري.
احنا هنا الكريمه ماسكه من نفسها وحلوه خالص وكويسه جدا. احنا كوبايه من كريم شانتين، مش لازم تحطي الميه كلها او تحطوها كلها. تجيبي كوبايه ميه بارده كده وتفضلي تحطي شويه بشويه لغايه ما الكريمه تمسك معاكي وتمسك نفسها. ممكن اقول لك كوبايه بس، ما بتستخدميش مثلا غير ربع كوبايه ولا نص كوبايه، تبع راحتك. بعد كده احنا زيناها بالكريمه، بتسيبها في التلاجة لمده 10 نص ساعه، لو في الفريزر 10 دقايق لو انت مستعجله. وبعد كده بتجيبي كوبايه الكاكاو او الشوكولاته اللي احنا طلعناها وتفكيها بمعلقتين من اللبن ولا حاجه. وبعد كده بتطلعي الكريمه بعد ما حطيتيها في الفريزر ل10 دقايق كده، او في التلاجة تبع راحتك. او لو انت مش مستعجله ولا حاجه سيبيها في التلاجة، وبعد كده حطي عليها صوص الشوكولاته، بيطلع معاكي تحفه جدا وجميل. لازم الكريمه تمسك نفسها، ولازم تدخليها على الفريزر لازم تمسك نفسها. بعد كده الشوكولاته حباها تكون صوص تقيل براحتك، حباها صوص خفيف براحتك. التقيل بيمسك معاكي وبتقدري تقطعها لقطع، بيكون معاكي تحفه. هنا الصوص ماسك نفسه وجميل وتحفه. هتدخليه برضو التلاجة وبعد كده بتقطعيها بقى. انا كنت مستعجله عليها، بعد نص ساعه طلعتها وقطعتها. انت سيبيها، لو سبتها ساعه ولا ساعتين في التلاجة سيبيها تمسك براحتها خالص. مفيش اي خطوات في الكيكه دي، وسهله جدا وبسيطه، وتقدري تستخدميها من غير الصوص الشوكولاته والكريمه، وتستخدميها كيكه عاديه بكوبايه شاي وكوبايه لبن، وبتعملي احلى وبتاكلي احلى كيكه وتفطري بيها كمان. وكمان مش محتاجه ان انت تزينيها. هنا زيناها برضو وطلعت تحفه. انتوا شايفين القوام تقيل، جميله جدا. شوفوا الجمال والحلاوه، 3 طبقات حلوين جدا ومع بعض، وعاملين ميكس خطير مع الكريمه ومع صوص الشوكولاته كمان. بصوا بقى، قطعوها بالطول، قطعوها بالعرض، قطعوها قطع قصيرة. هنا بس اتعملت بالشوكة معايا، بس عملت قطعة تانية وكده وطلعت معاكي تحفة جدا وجميلة. قد ايه سمكها حلو خالص، قد ايه الميكس بين التلاتة، الشوكولاته وصوص الشوكولاته والكريمه والكيكه طالع تحفه. اللبن اللي احنا ساقيينه في الكيكه طالع تحفه ومطريه كمان، وطالعه معانا هشه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم المره الجايه في فيديو جديد. شكرا.